انا اسف. انا اسف اني شجعت المنتخب ده، وكنت رغم هزيمته من فرنسا انا كنت معاه وبقول لكم لا، عملوا لاعيبه رجاله. انا اسف ليكم. انا اسف ليكم على كل حاجه انا قلتها. هو احنا ليه كده؟ هو احنا ليه ما بتفرحوناش؟ هو انتوا ليه مستكترين على الشعب المصري الفرحه؟ ليه مستكترين علينا الفرحه؟ هو انتوا حتى يوم ما حبيتوا تفرحونا لازم تتراجعوا في الاخر؟ وحتى الميداليه البرونزيه مش عارفين تاخدوها. ايه ده الشكل اللي احنا بنلعب بيه المغرب؟ ده احنا لعبنا باراجواي واسبانيا احسن من الشكل اللي انتوا طالعين بيه ده. ايه هو في ايه؟ هو في ايه؟ هو انتوا مالكم؟ مالكم يا جدعان؟ مالكم يا لعيبه مصر؟ مالكم؟ هو انتوا مش عايزين تفرحونا ابدا؟ هو انتوا مش شايفيننا؟ انا مش عارف، دي حرقة دم. اللي اتفرج على اللعب اللي اتلعب النهارده قدام المغرب دي حرقة دم، مش هقدر اقول اكتر من كده. والله العظيم يا جدعان دي حرقة دم. انا بامانه يعني مليت بقالي من 2010. انا مش شايف منتخب في اي اعمار، يعني من الاعمار الكبيره للاعمار الصغيره، انا ما شفتش حاجه للمنتخب عدله. حتى يعني انا عمري ما انسى المنتخب الكبير اما وصل لنهائي افريقيا كذا مره، واخر مره ديت اللي يعني كانت القتله بتاعت السنغال دي، كانت القتله بالنسبه لي بجد. كانت حرقه الدم اللي اتحرقت. حرقه الدم اللي اتحرقت ساعتها. يعني خدوه مننا تصفيات كاس العالم، كسبونا وكسبونا كمان في افريقيا. يعني انا مش مصدق والله العظيم. فانا سؤال بسيط لا غير، هو انتوا هتفضلوا تحرقوا في دم اللي جابونا لحد امتى؟ نبطل نشجع كرة؟ لا، مش هبطل اشجع كرة. المفروض اللي انت منتخب بلادي اللي بيشرفني في كل حتة وانا بشجعه. اختاروا لعيبة يا جدعان، يا جدعان. انا نفسي يبقى في فن اختيار اللاعب الصح. نفسي يبقى في فن اختيار اللاعب الصح لمنتخب مصر. منتخب مصر ما عندوش فن اختيار اللاعب الصح، ماشية مجاملات وقوسة ويلا. ما احنا هنطلع بقى عن شعورنا، هنقول الحقيقة، هي ماشية كده. هتفضل ماشية كده لحد امتى؟ هو انتوا ايه؟ طبعا يعني انا مش عايز اتكلم. كل اللي هقدر اقوله لكم، نرجع للنادي اللي بيفرحنا فعلا في مصر. ملناش غيره بيفرحنا في مصر، هو النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا النادي الوحيد اللي في مصر اللي بيفرح المصريين. نادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي انا بحس ان انا فرحت لما بتفرج عليه. النهارده بامر الله الاهلي سيحسم الدوري امام سموحه بامر الله. فاضل لنا نقطه، وبامر الله الاهلي هيجيب الثلاث نقط مش نقطه واحده. وان شاء الله نخلص الدوري النهارده، ويا رب يا رب نفرح بعد مباراه الاهلي، ينسينا اللي حصل من منتخب مصر النهارده امام المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.